انا ما شفتش موبايل بصراحه في الفئه السعريه دي بيقدر يعمل اللي الموبايل ده عمله بالاي اي. بصراحه الاي اي بتاعه رهيب. في فيديو النهارده انا جايب لك التكنو سبارك سليم، ارفع موبايل في الفئه المتوسطه او في السعر بتاع ال 11000 جنيه، نزل في السوق المصري ومن شركه قديمه قوي، شركه تكنو يا جدعان اللي فاكرها. عملت حته موبايل سليم رفيع قوي، مش هتشوف بصراحه في حياتك حاجه ارفع من كده. تعالى نعمل الموبايل ده انبوكسنج مع بعض ونتعرف على مميزاته وعيوبه وهل تشتريه ولا لا. وكالعاده معاكم محمد ابو اليزيد، قناه ريفيوتك، ويلا ندخل في تفاصيل الفيديو. طيب ده البوكس بتاع الموبايل التكنو سبارك سليم اللي انا لسه قايل لكم عليه، وده الفري جيفت او الليميتد كوانتيتي جيفت اللي بتيجي مع الموبايل لو انت نزلت اشتريته دلوقتي او كنت عامل له حجز مسبق. اول ما حاجه بنفتح كده بنلاقي جوه العلبه ورقه بسيطه فيها شويه معلومات عن الموبايل. تلاقي بقى عندك هنا الموبايل، وده طبعا برعايه البطوله بتاعه افريقيا، وجاي معاك البوكس دوت بتاع الهدايا. طيب مبدئيا كده مكتوب لك هنا فيديو ميكنج كت، يعني دي الادوات اللي انت محتاجها علشان تعمل صناعه فيديو. طبعا الموضوع ده اتطور جدا الفتره ديت، صناعه الفيديوهات على اليوتيوب وعلى تيك توك وهكذا. مبدئيا كابل 3.5 مللي علشان توصل الميكروفون دوت بالموبايل بتاعك، وده منظر الميكروفون كده، وجاي معاه الحته ديت علشان الهواء، وده طبعا مصنوع كله من البلاستيك. عندك كمان ريموت، وده شطر كده تتحكم فيه من الموبايل وتصور صور وفيديوهات. عندك كمان الجزء اللي بيخليك تثبت الموبايل في الترايبود، وعندك طبعا اضاءه صغيره كده بسيطه، يعني تحطها فوق الموبايل، وبتاخد هنا حجاره تقريبا اهو، بتاخد 3 حجره وبتشغلها، تحطها فوق الموبايل وتشغلها. واخر حاجه هنا عندك بقى ترايبود صغير كده علشان توصل في الموبايل، فهتلف دي هنا كده، وبقى عندك الجزئيه الطويله دي تحط الموبايل هنا كده وتثبته على الترابيزه بكل اريحيه. خليني بس منشن لك ان الكواليتي بتاعت الحاجات دي، يعني هي تبان في الايد كده ان هو بلاستيك ضعيف شويتين ثلاثه، فهي مش هديه قيمه قوي، هي وجودها طبعا احسن من ما فيش، بس ما تبقاش متوقع منها احسن خامات في الدنيا يعني. طيب نيجي بقى للموبايل نفسه، وهو النجم بتاع الليله ديت وهو التكنو سبارك سليم. بصراحه البوكس مش سليم خالص، يعني كنت متوقع بما انه موبايل سليم فهتلاقي البوكس بتاعه صغير شويه. تعالوا كده نفتح بسم الله مع بعض البوكس وناخد نظره على الموبايل. وكنظره اوليه كده مكتوب هنا طبعا ان ده الفيرجن ال 256 مع 16 جيجا رام، ولكن هي مش 16، هي بتبقى 8 من الميموري و8 من الموبايل نفسه. طيب نفتح كده مع بعض واحده واحده ونشوف ايه اللي بيجي جوه البوكس. مبدئيا السعر بتاع الموبايل دوت يا جماعه 11000 جنيه تقريبا، ده الرينج بتاعه. هتلاقي محلات بتبيعه ب 10900، في محلات تانية بتبيعه ب 11100. احنا جايبينه من محل اسمه دريم والسعر بتاعه 11100 جنيه. طيب مبدئيا كده بتلاقي هنا شويه بقى حاجات كتير بتيجي جوه الورقه اللي مكتوب عليها تكنو سبارك سليم. طبعا الموبايل دوت برعايه كوالكوم، خليها هنا على جنب. معاك طبعا 12 شهر ضمان للموبايل. طيب بيجي معاك الكت ديت علشان لو انت عايز تركب السكرين، المفروض ان هو بيجي معاه سكرين بروتكتور، فانت كده عندك كفر وعندك سكرين بروتكتور مصنوع طبعا، يعني هي شبه الازاز ولكن هي مش ازاز قوي، هي تحسها بلاستيك كده. وبيجي معاه كفر شكله كده ايه لذيذ. طبعا هو مش كفر سيليكون خفيف، لا هو حاجه هارد كده بلاستيك شويه بشكل مط كده، هيدي اكيد للموبايل لمسه شكلها حلو قوي. طيب تعالوا نلم الليله دي بقى ونيجي للموبايل نفسه. طيب نيجي بقى للموبايل، وتقريبا هم كاتبين كل السبيكس بتاعته على الورقه ديت. خلينا كده ايه نشيل الجزء ده نخليه على جنب ونبص نشوف بيجي معاه ايه جوه الموبايل. خلي بالكم يا جماعه ده موبايل فئه متوسطه، بيجي معاه جوه البوكس شاحن من تايب A لتايب C، وبيجي معاه كمان الادابتر ال 45 واط. دلوقتي بقى نيجي للموبايل نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم، حانت لحظه الحقيقه. نطلع الموبايل وناخد عليه اول نظره كده. طيب ده كده منظر الموبايل، امانه شكله شبه الانسان الالي، عينين وبق، الوضع هنا شكله غريب جدا. بص بقى على التخانه بتاعه الموبايل يا جدعان، الموبايل في الايد حرفيا شبه الورقه، يعني الكاميرا مش عارفه تعمل عليه فوكس. انا خليني بس ايه اعمل لك مقارنه سريعه كده مع قلم. بص الاثنين تقريبا القلم اتخن منه، او هو حرفيا اتخن منه. موبايل رفيع جدا، وكمان
السكرينه اللي جايه او الشاشه اللي جايه بكيرف مع الموبايل دي مخليه ماسكه الموبايل رفيعه، وزنه خفيف، تحسه موبايل لعبه. طيب على ما الموبايل يفتح كده على السريع، خليني اقول لك السبيكس بتاعته. ان هو بيجي الديزاين بتاعه هنا بالديزاين السليم، واللي هو يعتبر ارفع موبايل ايدج في العالم. الخامات بتاعته هنا، الظهر طبعا مصنوع من البلاستيك، والوش معمول من الجوريلا جلاس 7 اي، والمفروض ده بيقاوم الخدوش والكسر، الحاجات يعني الوقعات البسيطه مسافه مثلا نص متر او حاجه زي كده. عندك طبعا الموبايل ده مقاوم لرذاذ الماء بمعيار IP64، وعندك طبعا الكاميرا اللي جايه ورا ديت والفلاش. طيب ناخد نظره بقى على الشاشه الرهيبه جدا هنا ديت، اللي بتيجي بحجم 6.7 انش من نوع اموليد 144 هرتز، وبتوصل ل 1600 نتس، ولما بتكون بقى في الشارع او بره بتوصل معاك لغايه 4500 نتس. خليني اقول لك ان بكل بساطه الموبايل ده الوحيد في الفئه السعريه ديت اللي بيقدم الشاشه الرهيبه دي. وطبعا الريزوليوشن بتاع الشاشه دي 2K. وعايز اقول لكم يا جماعه تجربه ال 144 هرتز دي جميله قوي. هي للاسف مش هتبان لكم في الكاميرا، ولكن الشاربنس بتاع الشاشه والكواليتي بتاعه الالوان عاليه جدا بصراحه على الفئه بتاعتها. وهم هنا مقلدين قوي الشكل بتاع النوتيفيكيشن سنتر بتاع الايفون. ماشي، البتاع اللي ورا دي بقى بتشتغل ازاي؟ كمان عندك هنا بقى ورا عاملين حاجه جميله قوي، وهو الموضوع بتاع المود لايتنج دوت او ضوء الحاله المزاجيه. يعني مثلا لو شغلت مثلا الاضاءه المزاجيه ديت وانت بتشحن، هتلاقي في ليد ورا كده بينور بطريقه شيك قوي، يوضح لك ان الموبايل بتاعك بيشحن. مثلا لو جالك نوتيفيكيشن هتلاقي الموبايل من ورا كده بينور بطريقه شيك جدا. لو البطارية بتاعتك هتنقص تلاقي برضو اللايتس بتنور ورا، ممكن تخليه ينور مع الفلاش بتاعك، وممكن تخليه ينور وانت بتفتح الموبايل. فبصراحة حركة شيك قوي في الموبايل، تحس ان الموبايل ليه عينين كده، شكله لذيذ قوي. عندنا بقى هنا المواصفات او الاعداد بتاع الموبايل. الخلطة بتاعة الموبايل هنا بيجي باندرويد 15، طبعا بروسيسور ميديا تك هيليو جي 200، بروسيسور طبعا بمعمارية 6 نانومتر، فئة متوسطة، المفروض يشغل لك ببجي 60 فريم، وعندك كارت شاشة مالي جي 57. بالنسبة للمساحة بتاعة الموبايل زي ما قلنا 256 ورامات 8 جيجا، وتقدر تزود 8 جيجا من السيتنجز علشان يبقى معاك توتال 16 جيجا رامات. ولما نيجي نتكلم على الكاميرا الخلفيه بتاعه الموبايل، عندك هنا كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل، وللاسف اللي معاها في الجنب دي مش كاميرا تانية، ده شكل. فانت عندك هنا كاميرا واحده ودول فلاش. بصراحه ده بالنسبه لي نقطه عيب في الموبايل دوت، ان هو بسعر 11000 جنيه وما فيهوش حتى عدسه الترا وايد. ولكن خليني اقول لك باختصار كده او على السريع، الكاميرا بتاعته لذيذه قوي، الكواليتي بتاعتها حلوه طبعا ككاميرا اي موبايل في الفئه المتوسطه. والكاميرا الخلفيه ديت بتقدر تصور بيها فيديوهات لغايه 2K 30 فريم في الثانيه و1080 30 فريم في الثانيه. بالنسبه بقى للكاميرا الاماميه اللي موجوده هنا في الشكل بتاع الهول بانش، فدي كاميرا 13 ميجا بكسل، والكواليتي بتاعتها بصراحه ممتازه على الفئه السعريه بتاعتها. بتعمل يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لبخه في الكلام، ناقصين لبخه، ده عايز يتعالج ويجي لنا. بتعمل حاجه بس هو مش بتعمل بروسيس للصوره بطريقه حلوه جدا، وبصراحه التفاصيل بتاعتها فظيعه على السعر بتاعها. كاميرا اماميه او سيلفي كام، الكواليتي بتاعتها بصراحه ممتازه قوي. طبعا عندك البصمه بتاعه الموبايل بتيجي هنا تحت الشاشه، وبصراحه الانيميشن بتاعها شكله لذيذ قوي، وانت بتفتح كده كانها نقطه ميه بتقع في بحر. بس هو الانيميشن ده مبطئ البصمه شويه، يعني انت بص بتدوس وبعد شويه الموبايل بيفتكر ان هو المفروض يفتح، فهو بيتاخر شويه بصراحه. وفي سنه لاج كده انا مش فاهمها، يعني بص هي البصمه لقطت بس الموبايل بيفتح بعدها بشويه، مش زي طبعا الموبايلات الفلاج شيب اول ما بتلقط بتفتح على طول. ولو خدت بالك فوق الكاميرا بتفتح كده وسع كده، بتبقى شبه الدايناميك ايلاند بتاعه الايفون. بصراحه الديزاين شكله لذيذ قوي. من الحاجات بقى اللي تكنو عاملاها في الموبايل ده لذيذه وهم مفتخرين بيها، وبصراحه هي مش موجوده في ايفون مثلا زي الايفون 17 اير، وهو موضوع السماعات الاستيريو. لو خدت بالك هنا مكتوب دولبي اتموس. السماعه السفليه بتاعه الموبايل بتشتغل مع السماعه اللي فوق هنا، اللي هم حاطين لها مكان لوحدها هنا كده علشان تطلع لك صوت ستيريو لذيذ جدا. طبعا انا صعب انقل لك التجربه بتاعه الصوت حقيقي، ولكن الصوت بتاعه مش عالي قوي، هو فيه تفاصيل اكتر من انه عالي. في حاجه في السيتنجز بتفعلها تقدر انك تعلي الصوت 300%. تعال نسمع مع بعض كده، ده اعلى صوت
وتقدر توصل 150 توصل ل 300%. الصوت بيعلى قوي، بس في حاجه بصراحه مش عجباني فيه، وهو ان الظهر من هنا عشان الموبايل سمكه رفيع، فالظهر من هنا بيتهز وبيعمل فايبريشن وانت مشغل اي مزيكا، فمش هتحس انك مرتاح وانت ماسك الموبايل ومشغل اي صوت عليه او بتتفرج على اي فيديو. لما بتعليه ل 300% بتلاقي الظهر هنا بيعمل فايبريشن او اهتزازات. طبعا الموبايل بقى فيه كل الحاجات البديهيه زي البلوتوث والواي فاي والكلام ده كله، وبتشحن مدخل التايب سي بسرعه 45 واط، وعندك من هنا مدخل الشريحتين. ويا جماعه الموبايل ده مش بيسبورت ال 5G، طبعا هو مفيش منه اي فايده في مصر لان ال 5G هنا مش شغال بطريقه كويسه، ولكن يعني وجب التنويه ان هو ما بيدعمش 5G، هو 2G 3G و4G بس. ولما نتكلم بقى على البطاريه ديت هنتكلم عن بطاريه بحجم 5160 ملي امبير، بتسبورت الفاست تشارجنج 45 واط، واللي بتشحن البطاريه تقريبا 100% في 57 دقيقه. وكمان فيها شحن عكسي عن طريق السلك، يعني لو وصلت سلك تايب سي هنا وصلت في موبايل تاني هتقدر تشحن بسرعه 10 واط. طب وتعالوا كده نركب الكفر على الموبايل نشوف شكله عامل ازاي. ده كده منظر الكفر وهو راكب على الموبايل، مديله شكل فخم بصراحة، ومخلي العدسة بتاعت الكاميرا باينة لوحدها كده، شكلها جميل. حافظ طبعا على الرفع او السماكة بتاعت الموبايل ان هو طبعا رفيع جدا. واخر حاجة عايزين نتكلم عليها بقى وهو الجزء اللي واخدينه هنا في الموبايل، وهو موضوع الاي اي. طبعا انت هنا عندك 3 حاجات رئيسية ممكن تزود الحدة او الشاربنس في الصورة علشان الصورة تبقى شارب اكتر، وعندك الاريزر او الاستيكة اللي ممكن تمسح بيها جزء من الصورة. مثلا لو جينا علمنا هنا على الكاميرا ديت، انا مش عارف بصراحة هيتعامل معاها ازاي، بس احنا هنجرب. فهو كده حدد الكاميرا، فهقول له ابدأ المسح ونشوف هيعمل ايه في الصورة. طبعا هي مش جاية على وشي قوي، هي واخدة بس جزء صغير من خدي، فقدر ان هو يملى لي الصورة بطريقة حلوة قوي بصراحة. لو انتوا شايفين كده، ده قبل الكاميرا ما كانت موجودة، وده بعد ما الكاميرا اتشالت، ولكن في هنا ظل في وشي هو ما تعملش معاه بطريقة كويسة. فانا اعتقد ممكن نحدده كده ونقول له امسحه، معرفش يعمل ايه فيه بصراحة. انا عايز اقول لكم يعني قدر ان هو يشيل الكاميرا خالص. لو خدتوا بالكم كده، شال الكاميرا خالص وساب وشي. هو اي نعم حاطط لي شويه شعر هنا اصطناعي، شعر منعكش بحكم ان شعري منعكش في الصوره، بس انا ما شفتش موبايل بصراحه في الفئه السعريه دي بيقدر يعمل اللي الموبايل ده عمله بالاي اي. بصراحه الاي اي بتاعه رهيب. وعندك هنا كمان تكبير بالاي اي، ممكن تكبر الصوره تقول له ابدا تكبير، فهيبدا ان هو يملا الجناب بتاعه الصوره ديت بجزء من الباك جراوند. ده منظر الصوره الاصليه كده، كان في كاميرا على وشي وكان في ظل بتاع الكاميرا هنا والشاربنس قليل والصوره ضيقه، ولكن بالاي اي قدرنا ان احنا نوسع الكادر شويه زي ما انتم شايفين كده، وشلنا الكاميرا اللي كانت موجوده هنا، وقدرنا اننا نزود الشاربنس شويه. فبصراحه على موبايل فئه متوسطه عاش الاي اي فيه تحفه بصراحه. ولكن خليني بس وجب التنويه كده ان اقول لكم ده منظر الصوره قبل التعديل. بص على الكواليتي وبص على الشاربنس فيها عامل ازاي، ولكن الصوره بعد التعديل بصراحه الكواليتي فيها قلت بطريقه ملحوظه، في تفاصيل كتير قوي اتمسحت. يعني لو انت عايز تنزل الصوره دي سوشيال ميديا اعتقد شكلها من بعيد طبيعي جدا. طيب زي ما خدت بالك كده ان الموبايل ده مش موجه لكل الناس، هو موجه لناس معينه بتدور على الديزاين والفخامه والشياكه بتاعه الموبايل. على الرغم من ان الموبايل رفيع، لكن هو الخامات بتاعته جميله جدا والخامات بتاعته تقيله قوي. ولكن انا في شويه حاجات او في بعض التحفظات على الموبايل ده مش عجباني. اولهم ان هو طبعا في الفئه السعريه دي 11000 جنيه، لو خدت بالك كده هو في كاميرا واحده بس، والكاميرا او العدسه الثانيه هي شكل، هي مش كاميرا. فانت هنا عندك عدسه اساسيه وبتقدر عن طريقها تعمل 2 اكس زوم، ولكن ما عندكش عدسه الترا وايد للاسف. وزي ما شفت برده في السبيكس بتاعت الموبايل ان الكاميرا دي بتصور 2K بس، ما بتقدرش انها تصور 4K. طبعا الموبايل بيصور 30 فريم بس، ودي حاجه مش محببه لو انت عايز مثلا تصور 60 فريم لو بتصور ماتش كوره او حاجه، او عايز تصور حاجه تاخد منها سلو موشن. فهنا الموبايل للاسف بيصور 30 فريم بس. حاجه كمان في ما عجبتنيش وهي البصمه، زي ما قلنا انها بطيئه شويه، هي بتاخد وقت شويه. يمكن انا متعود على بصمه السامسونج انها اسرع من كده، ولكن بصمه ده بطيئه. يعني ممكن اقول لك زي الموبايلات السامسونج اللي في الفئه السعريه ديت الاي 26 البصمه بتاعه
بتاعته مش سريعه زي الموبايل ده. وحاجه كمان من الحاجات اللي ما عجبتنيش في التكنو سبارك سليم وهو موضوع العلو بتاع الصوت. هو مش عالي قوي ولكن الكواليتي بتاعه الصوت بتاعته بصراحه ممتازه. ما عجبنيش فيه حاجه كمان وهي حته الاهتزازات اللي في ظهر الموبايل كانتش الطف حاجه. ولكن كموبايل جاي بيقدم وظيفه ان هو موبايل رفيع زي ما انتوا واخدين بالكم كده، فهو بصراحه يستحق الجائزه دي عن جداره. مفيش حاجه بتنافسه في الفئه السعريه بتاعته. وبس كده، دي كانت كل حاجه انتوا محتاجين تعرفوها عن التكنو سبارك سليم، الموبايل اللي جاي يقلب الدنيا في رينج ال 11000 جنيه. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب في القناه وتفعلوا الجرس عشان اي فيديو جديد اول ما ينزل يوصل لكم على طول. ونتقابل في الفيديوهات الجايه، والى لقاء اخر ان شاء الله. سلام.